thank you. شكرا. And we do have our Nescafe. كان مكتوب عليه my favorite quote: fill your own cup first. يعني املئي كوبايتك الأول. هاي جيرليز، دي تاني مرة أصور الفيديو ده، بس عشان خاطر حسيت إن أول مرة ما كانش أحسن حاجة. دي تالت مرة أصور الفيديو ده مش تاني مرة. الفيديو ده أنا عملته لسببين بصراحة. أول سبب إن هو طلب مني بعدد شعر راسي، حرفيا انتوا طلبتوه على كل التطبيقات، الأسود والبنفسجي والأصفر، وحتى هنا طلبتوه مني. فده السبب الأولاني. السبب التاني إن أنا دايما بقول لكم إن كل فيديو أنا بحب أعمله بصراحة بحب إن هو يكون نابع من تجربة، إن أنا كنت طالعة بتكلم based on an experience، مش مجرد كلام أنا سمعته. أنا كحبيبة إنسان عِشت فترتين من أكبر فترات حياتي أو خدوا معظم حياتي، فترة منهم كنت شخص اجتماعي جدًا، شخص متواجد في كل حتة أوي، شخص كل الناس تعرفه، كل الناس بتكلمه وأنا باكلم كل الناس وأعرف كل الناس، شخص حرفيًا لو دخلتوا المدرسة سألتوا المدير هيقول لكم أنا قاعدة في أي مكان من كتر ما أنا موجودة، موجودة وملحوظة ومتشافة أوي. وفترة تانية من حياتي كنت إنسان مطموس، الناس أصلًا مش عارفين أنا موجودة فين. صحابي مفكرين إن أنا سافرت، هاجرت، سِبت البلد ومشيت رغم إن أنا موجودة. فأنا عرفت المميزات بتاعة لمّا كان عندي حياة اجتماعية أوي، ولمّا كان عندي حياة انطوائية أوي، لحد ما قدرت أتعلم إن إزاي أعمل بينهم life balance. يعني أنا باعتبر نفسي إنسان بيحب الهدوء، وإن أنا أبقى قاعدة لوحدي أكتر من الدوشة دلوقتي في الفترة الحالية من حياتي، يمكن بعد فترة اتغير، بس ده في الفترة الحالية من حياتي. تقولي لي لأ أنتِ كده كدابة يا حبيبي، إحنا بنشوفِك في الstories بتكوني hyper active، إنسان ما بيسكتش، إنسان ما بيقعدش، إنسان. أنتم بتشوفوا maximum 30 دقيقة من يومي، سواء في stories أو في فيديو أو أيًا كان، بس بقية ال24 ساعة أنا إنسان بيميل إنه باعرف أعمل life balance، باعرف أعمل توازن ما بين إن أنا عندي حياة اجتماعية وعندي معارف وعندي علاقات وعندي ناس باكلمها وناس أعرفها وناس ممكن تساعدني في حاجات كتير، وما بين إن أنا باحب الalone time جدًا. أنا إنسان بيعشق الalone time، باحب أبقى قاعدة كده معايا كوباية النسكافيه بتاعتي، قاعدة باخلّص شغلي، باخلّص دراستي، شغّالة على حاجة جديدة، باقرأ مقالات على الSubstack، باقرأ كتاب باكمّله، نايمة، باتفرّج على مسلسل، باتفرّج على ماتش كورة. باقدّس أوي الalone time وباحب السلام والهدوء، باعمل meditation أيًا كان اللي باعمله، قاعدة حتى باضيّع وقت، أيًا كان اللي باعمله أنا باحب الalone time، باحب أقضّي وقت مع نفسي، أحب أطلع مع نفسي، أخرج، أروح. فعملت الlife balance ده، وأنا النهارده في الفيديو ده مش جاية أقول لكم زي ما كل الناس تقعد تقول لكم إنه إزاي تبقوا extrovert وتتخلّصوا من الرهاب الاجتماعي وتبقوا اجتماعيين أوي، ولا إن أنتم إزاي تفضلوا introvert وتقدّسوا السلام والهدوء. أنا جاية أقول لكم إزاي تعملوا توازن في حياتكم، علشان الناس الاجتماعية بزيادة بتوصل لمراحل استنزاف أنا وصلت لها في حياتي. بتوصلوا لمرحلة طاقتكم بتُهدر في الاجتماعية، والناس الانطوائية الintrovert بتخسر فرص وأبواب وأماكن وexperiences وتجارب كانت كتير ممكن تعيشها وتفتح عليها مجالات كتير في الحياة. فأنا برضه جاية أقول لكم إزاي تتفادوا ده. فالنهارده إحنا هنتعلم مع بعض إزاي نعمل life balance وتوازن في الحياة بين الاجتماعية والانطوائية. إزاي أعرف أكون متواجدة، إزاي أتواجد أصلًا، إزاي أعمل علاقات ومعارف، وفي نفس الوقت إزاي أدّي لوقتي نفسي بحيث إن أنا ما أحسش إن أنا over exposed ومكشوفة أوي للناس ومتضايقة. أول حاجة لازم تعرفي تفرّقي بين المصطلح بتاع الصداقات، الصحوبيات الfriendships، وبين المصطلح بتاع العلاقات الاجتماعية أو الsocial relations، اللي هو أنا شخص عنده معارف. الصداقات أولًا هي ما بتتحطش تحت مسمى، أنتم بتبقوا اسمكم صحاب. نعتبر إن أنتِ سمكة، أنتِ أهو سمكة، أوكي؟ السمكة ممكن تعيش في مكانين، يا إما إنها تعيش في حوض، يا إما إنها تعيش في محيط. لو عاشت في حوض فماكسيمم هيعيش معاها كمان 3 سمكات، دول الcircle بتوعِك، بنت خالتِك، بنت عمتِك، صاحبتِك، الbest friend بتوعِك، دول الصداقات الحقيقية، الreal friendships بتوعِك. وفي عندِك هنا معارف، صحاب الجامعة، صحاب الشغل، صحاب المدرسة، صحاب الدروس، جيرانِك، ناس شُفتيهم في ندوة، ناس شُفتيهم في مؤتمر، ناس شُفتيهم في رحلة، ناس شُفتيهم في سفرية، دول كلّهم المحيط، اللي هم بيبقوا عبارة عن قروش، حيتان، أناديل بحر، سمك من نوع آخر، مليون نوع. دول بتربطِك بيهم علاقة، ولكن علاقة تحت مسمى. صحاب الجامعة،
نفطر مع بعض، نحضر محاضرة، نتصور شوية، ممكن نطلع رحلة للجامعة مع بعض، ممكن نطلع مرة مطعم جنب الجامعة، مش أكتر. ولمّا تتعلمي تفرّقي بين الصحوبيات اللي بدون مسمى أو بدون عنوان، والصحوبيات اللي تحت مسمى أو تحت مصلحة أو تحت منفعة معيّنة، هترتاحي في حياتِك، لإن أنتِ مش هتفضلي بتحطّي توقعات كبيرة على ناس أصلًا تحت مسمى، بس تقدري تحطّي توقعات عادي على صحابِك العاديين. الموضوع ده أنتم بتعانوا منه جدًا، بتبعتوا لي كتير إنها بتبقى معاكِ في الجامعة وأنتِ مفكّرة إنها صاحبة عمرِك، وفجأة تكتشفي إنها بتعاملِك مجرد زمايل، أو بتختفي، أو مش مدياكِ القيمة والاحترام والتوقعات اللي أنتِ كنتِ حاطاها في بالِك. صحاب الشغل، صاحبتِك اللي في الشغل، اللي ممكن تقفوا تتكلموا في الشغل شوية، تهزروا شوية، تبعتي لها حاجة كانت محتاجاها، تفطروا مع بعض مرة، ممكن تخرجوا مع بعض مرة، بس مش أكتر. مش أنتِ تروحي تحكي لها حياتِك وتفتحي نفسِك للعلن. خلّوا بالكم إن الناس دول ما ينفعش تكونوا exposed معاهم، ما ينفعش تكونوا كاشفين نفسكم وكاشفين حياتكم الخاصة وأسراركم ومشاكلكم ليهم، لإن أنتم لو حصل بينكم خلاف هتشوفوا نوع قذر أوي. في منهم كتير بيكون محترم، بس برضه إحنا ما نأمنش للناس، يعني ما تأمنيش لحد، الزمن ده ما حدش إن هو يأمن فيه بنت تآمن لبنت ولا بنت تآمن لولد ولا العكس. إزاي أكون شخص اجتماعي عنده علاقات وsocial life؟ أول حاجة الحضور والمواجهة. لو أنتِ من النوع اللي بتفضل تسحب نفسها وصحابها يكلموها، تعالي يا بنتي ننزل، لا والله ما قادرة مكسلة، تعالي يا بنتي نخرج، لا والله مشغولة مش فاضية، أنتِ أصلًا ما بتعمليش حاجة، تعالي يا بنتي في مؤتمر الجامعة عاملاه بكرة وقالوا إن إحنا نقدر نحضر، هيبقى فيه دكاترة كويسة أوي وناس محترمة جدًا، لا، لا، لأ، فكسانة، أنا هاروح أقعد أسمع لناس، هو أنا طايقة أسمع لنفسي؟ يالّا يا بنتي تعالي نروح فرح بنت خالتك، لا، لا، لأ، وأنا أصلًا بطيئة ولا هي بتطيقني؟ إيه ده؟ لأ، إيه ده؟ ما ينفعش، ما ينفعش. ده أول حاجة X. لمّا تتعزمي المكان، لمّا حد يقول لِك تعالي نطلع نتعشى مع بعض، تعالي رايحين مطعم مع بعض، تعالي في فرح، تعالي في ندوة، في event، في open day عاملينه، روحي، روحي. وما تحسي إن أنتِ خايفة ومتوترة، أول ما تحسي بالخوف من إن أنتِ تعملي الحاجة وتحسي إن لأ أنا خايفة ومتوترة وقلقانة وباترعب وكده، ارمي نفسِك في النار. أول ما تحسي إن أنتِ خايفة أوي، اعرفي إن دي الخطوة اللي أنتِ المفروض to go ahead اعملي الحاجة دي. طب ما يمكن أنتِ في العشا اللي أنتِ ما رضيتيش تطلعيه مع صاحباتِك وصحابِك دول، كنتِ تقابلي حد مثلًا محتاج حد معاه في شغل، وأنتِ بتدوّري على شغل، مش أحسن ما تفضلي بتبعتي على جروبات جماعة لو حد عنده شغل please يعرفني؟ إيه ده؟ على فكرة ال الأبواب والفرص اللي بتتفتح لِك من خلال معارف تعرفيهم، بتبقى أضمن وأحسن 100 مرّة، وده عن واقع تجربة، من الناس اللي أنتِ ما تعرفيهمش وجُم قالوا لِك على جروب والّا على واتساب والّا أي حاجة من الحاجات العبيطة دي. ليه ما رُحتيش الفرح رغم إن أنتِ كان ممكن تتعرفي فيه على بنات لذيذة، لذيذة، كنتِ تتعرفي فيه على بنات لذيذة؟ إمم. طب ليه ما رُحتيش الevent رغم إن أنتِ كان ممكن تتعرفي على ناس من نفس مجال شغلِك، من نفس المشاريع اللي أنتِ شغالة عليها، من نفس المستوى اللي أنتِ عايزة تعيشيه، ليه ما رُحتيش؟ عشان كسلانة، عشان خايفة، عشان متوترة، عشان أنا انطوائية؟ لأ، ما فيش الكلام ده، من النهارده ما فيش. أنا لمّا الحاجات دي تيجي أنا هاروح، لإن أنتِ مش رايحة مكان حرام، مش حاجة تعملي حاجة تغضب ربنا، وأنتِ رايحة تعملي حاجة تغضب ربنا والّا مكان حرام، ما تروحيش يا ستي، أكيد مش هتروحي. بس ده مكان ممكن تطلعي منه بفرصة، تطلعي منه بباب، تعرفي تطلعي منه بمعارف جديدة، تدّي رقمِك لناس، تاخدي رقمِك من ناس، هيبقى عندِك social life. أمّا تحتاجي مثلًا حاجة ممكن تكلمي الشخص ده، ممكن تسألي الشخص ده، ممكن تطلعي معاهم تاني. المشكلة إن أنتِ بعد كده بترجعي تزعلي لمّا الناس بتنساكِ أصلًا وما بتعزمكيش. لمّا صحابِك اللي أنتِ رفضتيهم ألف مرّة يقولوا لِك خلاص إحنا كده، كده لو قلنا لها أصلًا تعالي هتقول لِك مش عايزة أنزل، فتتضايقي في المرّة الألف وواحد لمّا يقولوا لِك ما يقولولكيش إن هُم نزلوا وتعرفي من خلال الstory. وعلى فكرة مع الوقت هتتعودي إن أنتِ أصلًا بقيتِ متحمسة تروحي مكان جديد. يعني يا بنات خليكم عارفين إن التغيير ما بيجيش في يوم وليلة، والله العظيم ده كان أكبر درس أنا اتعلمته في حياتي. والله، والله ما في تغيير بييجي بين يوم وليلة. أنتِ ممكن يبقى في هدف حاطاه إن أنتِ عايزة تبقي إنسان اجتماعي، وتلاقي نفسِك كل يوم بتاخدي ربع خطوة لقدام، ربع خطوة لقدام، حرفيًا أنتِ بعد سنة والّا 2 بتلاقي نفسِك اتغيرتِ تمامًا. أنا في حاجات باقعد أفكّر فيها مع نفسي إنه إزاي أنا اتغيّرت كده، لحد ما باكتشف إنه السبب مش إن أنا خدت خطوة كبيرة في الموضوع ده، السبب إن أنا دايمًا كنت باخد خطوات صغيّرة بشكل مستمر. ومع الوقت على فكرة الموضوع هيبقى على قلبِك زي العسل، هتحسّي إن أنتِ بتنبسطي لمّا تكتشفي متعة الموضوع. فأنتِ خايفة من حاجة أنتِ أصلًا ما جرّبتيهاش. تاني حاجة، مهارات التواصل أو الcommunication skills أو إزاي أفتح مواضيع يا حبيبي. أنا خلاص رُحت الevent ده، أنا خلاص رُحت المؤتمر بتاع الجامعة ده،
رُحت مع صحابي العشا ده، أتكلّم إزاي؟ أنا بافضل قاعدة أعمل كده وكده، خايفة أتكلّم، خايفة أقول ما يسمعونيش، خايفة أقول حاجة غلط، خايفة أتحرج، خايفة أصلًا ما أبقاش عارفة أتكلّم، ما أبقاش عارفة أفتح موضوع، أعمل إيه؟ أسألي عن الجو النهارده كان عامل إزاي، أخبار الجو كان عامل إيه النهارده يا جماعة، ده الجو الفترة دي ساقع أوي، يا جماعة أنتم مش متخيّلين قد إيه الطريق كان زحمة وأنا جاية، أحيه بجد، الطريق كان زحمة جدًا، مثلًا بابقى قاعدة في محاضرة وأشوف بنت جنبي أقول لها أنا أصلًا ما بيبقاش في نيتي أفتح كلام. هي هي حاجة فيّا، أقول لها: "هو الدكتور قدّامه قد إيه؟" فتقول لي: "ده قدّامه مش عارفة إيه، ده اتأخّر أوي." أقول لها: "آه والله عندِك حق، وبعدين ده الواحد صاحي من بدري وما فطرش وبتاع." ففي مرّة بنت قالت لي: "والله أنا كمان ما فطرتش والله." طب لو كده بعد أمّا نخلّص البتاعة دي تيجي ننزل نفطر؟ نزلنا فطرنا. بعدها تاني محاضرة أفتكر أو تالت محاضرة ما كنتش أنا قادرة أنزل، ونزلت هي جابت لي فطار، وجابت لي الحاجات اللي أنا كنت كلّها عايزاها من تحت وطلعت وادّتها لي. أنا ما أعرفش مين دي، إحنا بس نعرف أسامينا ومعرفة طفيفة جدًا عن بعض، بس دي social life، دي حياة اجتماعية. مهارات التواصل الcommunication skills أنتِ تكوني إزاي بتعرفي تتكلمي، تتكلمي بطريقة لبقة، تتكلمي بطريقة هادية، بطريقة محترمة، تكوني واثقة من نفسِك. الbody language بتاعتِك مهمة جدًا على فكرة يا جماعة. بُصّوا، أنا مع إنه إحنا ما ينفعش نتصنّع، ما ينفعش نكون fake، وما ينفعش نطلع من جلدنا ونحُط نَفْسنا في جلد تاني عشان بس نرضي الناس اللي حوالينا، أو عشان نتلائم ونfit وسط ناس معيّنة، ما ينفعش، ده اسمه اصطناع. ولكن الbody language إن أنا أكون واثقة من نَفْسي وأنا باتكلّم، لإن الناس لو شافوكِ مهزوزة وقاعدة عمّالة تعملي كده أهو برجلِك، كده أهو، هيحسّوا إن أنتِ متوتّرة، هيحسّوا إن أنتِ قلقانة، هيحسّوا إن أنتِ مهزوزة، فإحنا مش عايزين ندّي الانطباع ده. وفي السوشيال لايف زي ما أنا قُلت لكم أنتم كده دول مش صحاب العُمر، دول مجرد علاقات، فمهم جدًا الانطباع اللي هُم بياخدوه عنِّك their first impression. فلازم أمّا تيجي تدخلي مكان تكوني إنسانة واثقة من نفسها، إنسانة هادية، إنسانة بتعرف تتكلم، بتعرف إمتى تسكت، بتعرف إزاي تفتح موضوع حتى لو موضوع بسيط. أنتم ممكن تقولي لها على فكرة I love your makeup، إيه الconcealer اللي بتستخدميه، ممكن تبدئي تفتحي حوار في الmakeup. وخلّيكم عارفين إن العلاقات دي مش تافهة حتى لو المحصلة منها عبيطة جدًا. لأن أنتِ ما ينفعش كل شخص تتعاملي معاه تبقي برضه حاطة في دماغِك إن أنا هاطلع منه بمصلحة وهاطلع منه بفايدة، إحنا مش في مسلسل دير إكس. في بنت في المحاضرة دايمًا عشان إحنا علاقتنا لطيفة مع بعض، بقت كل مرّة الدكتور يبقى خلاص هيدخل ويقفل الباب تتصل عليَّ: "يا حبيبي يالّا اطلعي بسرعة." لو أنا تحت في الجامعة، أو لو أنا مثلًا مش قادرة بجد تنزل هي تجيب لي فطار. أو لو أنا غِبت ممكن تبعت لي المحاضرات وتسجّلها لي. العلاقات حتى لو هي بسيطة والمُحصّلة منها مش كتير، بس هي اسمها مُحصّلة في الأول وفي الآخر. وأنا باعمل معاها نفس الشيء، لمّا هي بتغيب بابعت لها المحاضرات، لو هي مثلًا اتأخّرت ممكن أقول للدكتور: "ممكن يا دكتور بس استنى دقيقة في حد تحت بيجيب حاجة." فدي منفعة متبادلة ومبنية على الاحترام، مش إن أنا باستغلّها ولا هي بتستغلّني، لأ بالعكس. وما تخافيش تكوني لوحدِك، لو أنتِ دخلتِ فرح ولسه ما لقيتيش الترابيزة اللي هتقعدي عليها ما تتوتريش، لو أنتِ دخلتِ المؤتمر وما لقيتيش صحابِك حاولي تblend in مع الناس، أنتِ ممكن تعرفي ناس جديدة، مش شرط تدوّري على الترابيزة اللي أنتِ هتقعدي فيها أو صحابِك وتفضلي قاعدة بتتكلمي معاهم بس، لأ، حاولي بجد توسّعي دايرة معارفِك شوية. تشوفي الناس دي بتفكّر إزاي، الناس دي أصلًا جاية هنا ليه، بيعملوا إيه، مين دول. دي طاقة، وعشان كده أنا قُلت لِك إحنا هنتعلّم إزاي نعمل life balance بين إن إحنا نكون اجتماعيين، بس نكون في نفس الوقت بنعرف نقضّي وقت مع نفسنا عشان ما نتعرّضش للاستنزاف، لإن أنتِ لو حسيتِ إن أنتِ overwhelmed أو overexposed ساعتها هتتعبي نفسيًا. لمّا أدخل مؤتمر أنا عارفة إن أنا رايحة، فبالتالي هاستهلك شوية من طاقتي الاجتماعية. لمّا أطلع عشا مع صحابي زي ما هاضحك وهاهزر هاتكلم وهافتح مواضيع وهاتناقش وهاسمع آراء وهكذا. الخوف من إن أنا ما أكونش مسموعة أو إن أنا لو اتكلمت يقاطعوني. بُصّي هاقول لِك على حاجة، أنتِ ممكن لو حد قاطعِك أولًا ده هينُم عن إن هم إنسان ما عندوش لباقة في الحوار، لإن طبيعي إن أنا لو باتكلم وعايزة أقاطع حد هاستنى عند النقطة اللي هو بيهدى فيها وهابدأ أنا أتدخل برأيي بطريقة لطيفة، بس هو لو عمل العكس فهو إنسان مش لبق، بس دي مش مشكلتنا. لمّا حد يقاطعِك قولي له: أنا بس عشان خاطر أعرف أسمعك محتاجة الأول أخلّص بس كلام. ممكن بطريقة لطيفة جدًا. وplus ما حاولي ما تزرعيش في دماغِك فكرة الخوف والقلق وتعرفي سببها. اعرفوا أسباب المشاكل اللي عندكم عشان تعرفوا تحلوها، لو أنتِ عرفتِ أساس المشكلة من جذورها هتعرفي تحليها. غالبًا ده ممكن يكون جاي من إن أنتِ من وأنتِ صغيرة الطفل اللي هُم بيسكتوه، أو بيحسّسوه إن رأيه مش مهم، أو بيحسّسوه إن هو لو اتكلم هيعمل مصيبة، فهو كِبِر على إن هو خايف يتكلم، وبيحس إنه دايمًا الأحسن إن هو يسكت. فتعاملي مع المشكلة من جذورها، واعرفي أساس أصلًا المشكلة عندِك إيه. الخوف والتوتر ده بيكون يا إما إن أنتِ اللي زارعاه في دماغِك من اللاشيء، يا إما إن هو جاي من الصغر، أنتِ اتربيتِ في بيئة كده أو اتربيتِ وسط ناس كده. فاعرفي أساس المشكلة فين، ساعتها هتقدري تقصيها من جذورها.
وخليكي عارفة إن المواقف المحرجة شيء عادي جدًا بنتعرّض له. يا لهوي! ده أنا عندي مواقف محرجة من هنا للسنة الجاية. شيء طبيعي وعادي جدًا. وعايزة أقول لِك على حاجة، إزاي أتعامل مع أي موقف محرج، اعرفي إن الناس دي لمّا تروّح البيت مش هتقعد تفكّر في إن أنتِ وقعتِ في الشارع، أو إن أنتِ تلعثمتِ في الكلام. حتى لو افتكروها ثانية مش هيفتكروها الثانية اللي بعدها. فnobody cares يا عتاب. nobody cares يا عتاب. ما حدش مهتم، تمام؟ فأنتِ كمان ما تهتميش. حصل موقف محرج خلاص، عادي في إيه؟ أنتِ بالعكس ممكن تحاولي تاخدي الموضوع بطريقة تلطّفيه. يعني مثلًا أنا أكتر المواقف اللي بتحصل ممكن أبقى ماشية وأتكعبل. ده موقف عادي يعني، ده مش موقف محرج أوي بس بتحصل. خصوصًا بقى لو أنا ماشية وسط شلة أول مرّة أشوفهم. ده هنا بيبقى موقف محرج. فأنا ممكن بمنتهى البساطة أقول لهم: "لكل من ينتظر سقوطي لقد سقطت." عادي الموضوع هيتاخد. وبالعكس يعني أفتكر وقتها صحابي يقولوا لي: "خلي بالِك لأحسن تُقعي تعالي اقفي جنبنا هنا." فإنه الناس هتبقى لطيفة برضه. فخفّفي، هوّني على نفسِك وبلاش تفخّمي الأمور في دماغِك. nobody cares يا عتاب. nobody cares يا إيه؟ يا عتاب. شطورة. مش لازم تكوني البنت المثالية الجامدة موت اللي عارفة كل حاجة في الحياة وعارفة كل المواضيع. إحنا أصلًا بنblend وبندخل في الsocial life عشان نعرف ناس أكتر بآراء مختلفة، ونعرف مواضيع جديدة، معلومات جديدة. فأنتِ مش شرط تكوني فاهمة في كل حاجة. ولمّا تبقيش فاهمة في حاجة أو مش عارفة تتكلمي في الموضوع ده أو مش فاهمة فيه أوي، استمعي. ده خير الناس المستمعين. يعني زي ما تعرفي تتكلمي اعرفي إمتى تسمعي. ما يبقاش عندِك حاجة تقوليها اسمعي، واستمعي باهتمام. إنه ده أصلًا هيدّي للي قدامِك انطباع إن أنتِ مهتمة، هو هيبدأ يركّز معاكِ. آخر نصيحة إنه بجد اوعي تتوتري. وكفاية الstress والقلق اللي بتحطيه على نفسِك من إن أنتِ تجربي حاجة جديدة، أو إن أنتِ تطلعي برّه الcomfort zone بتاعتِك، برّه منطقة الراحة، وتشوفي ناس جديدة، تروحي مكان جديد، تجربي حاجة جديدة، تنطي، تلعبي، تعيشي حياتِك سواء عمرِك 60، 80، 20، 30. عيشوا الحياة بما يرضي الله بكل الطرق اللي تحبوها. اعملي كل اللي تبقي هتموتي وتعمليه من غير ما تهتمي برأي حد، طول ما الحاجة دي ما بتزعلش ربنا. انبسطي وافرحي بحياتِك. و ولو عايزة تعرفي الbalance بيتعمل إزاي، فهو حرفيًا في الجملتين. زي ما بتدّي لنفسِك الوقت إن أنتِ تطلعي وتروحي وتقعدي مع الناس دول، اعرفي إمتى لمّا تحسي طاقتِك مستنزفة وفعلًا مش قادرة تطلعي برّه البيت، اقعدي في البيت. كل يوم بالليل بيبقى عندِك ساعتين 3 دول مع نفسِك. لا بتفتحي فيهم social media، لا بتردي على حد، لا بتكلمي حد. اتعلمي تعملي الbalance، التوازن. وما اقدرش اديكِ كتالوج واضح وصريح، لإن كل واحدة فينا التوازن عندها بيتعمل بطريقة مختلفة، لإنه دي حاجة على حسب أنتِ بترتاحي إزاي. أنا كحبيبة بارتاح لمّا باخرج في الأسبوع مرتين مع صحابي. ولمّا باكلم أهلي، لو حد من أهلي بعيد باكلمه في اليوم مثلًا مرتين 3 فيديو call. وبارتاح لمّا حد مثلًا بيبقى طالب منّي خدمة وأنا قادرة أعملها باعملها، ولمّا بابقى مش قادرة أعملها باقول له والله أنا آسفة مشغولة. فاتعلمي برضه إزاي تقولي لأ، وإمتى تقولي آه. ولو أنتِ عايزة تعرفي تعملي إزاي الlife balance وإيه اللي بيريحِك وإيه اللي مش بيريحِك، وإمتى توصلي للاستنزاف، وإمتى تبقي في منطقة بتحافظي بيها على طاقتِك بأحسن حاجة، اشتغلي على إن أنتِ تعرفي نفسِك. عمرِك ما هتقدري تريحي حد أنتِ ما تعرفيهوش. هاتي كده ورقة وقلم واعملي صفحتين: إيه الحاجات اللي بتريحني والحاجات اللي مش بتريحني، الحاجات اللي بتضايقني والحاجات اللي مش بتضايقني، الحاجات اللي بتبسطني والحاجات اللي بتحزني، الحاجات اللي بتوترني والحاجات اللي بتطمني. ساعتها هتعرفي نفسِك بجد. وساعتها هتعرفي تعملي life balance حلو أوي في أي حاجة، حتى لو بس مش الانطوائية والاجتماعية. في النهاية كلنا بشر، كلنا بنتعلم، كلنا بنفشل، كلنا بنغلط، كلنا بيحصل لنا مواقف محرجة، كلنا بيحصل لنا مواقف كويسة. بنعرف ناس حلوة وبنعرف ناس وحشة، بناخد قرارات كويسة وبناخد قرارات غلط. فاتعلمي ازاي تطوري نفسك لأحسن نسخة ممكنة. اتعلمي ازاي تحبي نفسك، ازاي تعرفيها كويس، وازاي تثقي فيها. بجد I love you all. بحبك قوي. See you later alligator. Bye.